يا صباح الفل عليكم. تعالوا نشوف ايه الروتين اللي لو عملتيه بسرعة هيأثر على يومك بشكل ايجابي جدا. بحب اول ما اصحى من النوم كده اول ما ادخل المطبخ، لان ده اول مكان انا بدخل فيه. اول ما ادخل المطبخ احب الملم كل شيء فيه. بحب اشوف المطبخ قدامي كده فاضي فاضي وشكله كده هادي. ما احبش الدوشة، بجد بتجيب لي اكتئاب بسرعة. هنا لملمت اللي على الحوض، كنت انا غسلاهم من بالليل، لملمتهم كلهم ورصتهم في ظرف المطبخ. وبحب اطمن اشوف اخبار التراب ايه، لان على الرغم ان عايشة في اوروبا الا ان للاسف في تراب كتير جدا. وبحب قوي احط اكسسوارات صغيرة زي العربية اللي انتوا شفتوها دي. اما الستاير دي انا اشتريتها من امازون، كانت عجباني قوي، شفتها في مسلسل تركي. واشتريت كمان من امازون الورد البلاستيك ده، سهل جدا ان انت تشكليه باي شكل. بحب اربط بيه الستاير، بيديلها منظر جميل جدا. على فكرة الورد ده مش رخيص، طلع غالي للأسف، بس يستاهل، بقاله معايا 3 سنين. تحفة بجد تحفة. وبعد كده قلت اكمل ترتيب المطبخ يعني. بس اهم حاجة حبايبي اعملولي لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك. هنا بقى دي الغسالة دي، عايزة اقول لكم دي يعني حاجة كده ماجيك، بجد مهمة جدا في كل بيت. يعني انا انصحكم بيها بجد، الا بقى لو في بيوت ما بتستخدمش كتير مواعين فخلاص كل واحد قدر بظروفه. بس انا بالنسبة لي بجد مهمة جدا لأبعد الحدود، بتلم كل الرفايع اللي بتاخد مني وقت وقفة طويلة على الحوض. فلملمت كل شيء من الغسالة ورتبتهم في اماكنهم بالظبط. بحب الاقي الحاجة مترتبة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده البهارات مكتوب عليها تاريخ الانتهاء، عشان انا بفضيها في كونتينر وبرمي الاكياس بتاعتها، وكتبت تاريخ الصلاحية عشان افتكرها. وبعد كده بقى ما خلصت مطبخي لازم فنجان القهوة الصبح، لان انا ما اقدرش اشربه في اي وقت تاني. اولا بيصحصحني، وثانيا عشان ما يأثرش على نومي بالليل، فلازم اشربه في وقت بدري جدا. عايزه اقول لكم طقم الفناجين ده انا جايباه من تركيا، بجد رائع. لو عايزين حاجه حلوه تكون تقيله، ما تجيبوش اي طقم قهوه خفيف. وهنا قلت اشرب قهوتي في الجنينه، لقيت الجو جميل وما بيمطرش فقلت اشربها في الجنينه. بس قلت اشيل الورد الاول الدبلان. وشايفين ورا السنجاب، انا بحب اتفرج عليه جدا، انا اصلا بحب الكرتون بتاع السنجاب. شايفين بجد شكله كيوت جدا جدا، انا بحب اطلع له اكل دايما. هنا بعد ما خلصت المطبخ بتاعي وخدت قهوتي وطلعت على الجنينة، بحب اشربها كده في الجو برد شوية، بحس بانتعاش صراحة. اعملولي لايك وشير لو وصلتوا لعند النقطة دي. عايزه اقول لكم المرجحه دي تحفه بجد، تحفه تحفه لابعد الحدود. انا قعدت هنا اشرب قهوتي وفي نفس الوقت اقول الاذكار بتاعتي. بجد الاذكار دي مهمه جدا جدا. لما تبداوا يومكم بالصلاه والقران تقراوا ولو صفحه واحده ولو نص صفحه، يعني قليل مستمر خير من كثير منقطع. ما تضغطوش نفسكم. بعد ما خدت قهوتي رحت لابسه كده وخارجه. عايزه اقول لكم هنا في اوروبا لازم الانجليز يخرجوا يوميا. هتقولوا لي ليه يوميا؟ اولا هما بيشتروا الخضار بتاعهم يومي بشكل يومي عشان يبقى فريش، دي حاجة. الحاجة التانية ان هنا البلد معتمدين على حبوب الاكتئاب للأسف، لان هنا ممكن بطبيعة الجو ومفيش شمس فالإنسان بيبقى معرض للاكتئاب بشكل أسرع. فبيحاولوا ان هما يلهوا نفسهم بانهم يخرجوا يعملوا شوبينج اكتيفيتيز، فلازم يوميا يخرجوا. وبما اني انا في الغربة برضو فبحب يعني ايه اخد او اتطبع من الطباع الحلوة بتاعتهم زي الرياضة زي المشي. فانا خدت بعضي وقلت انزل اتمشى. بجد مهم جدا جدا، بتأثر على نفسية الواحد لما الواحد يخرج ساعة كده الصبحية بدري. صراحة انا ما بعملهاش باستمرار، بس على قد ما اقدر بعمل. شايفين الناس ماشية كده كلها كده اكتف وحيوية. هنا مفيش حد بيساعد حد، لازم تعتمد على نفسك. بعد كده وانا ماشية لقيت يعني
زي ملعب صغير كده حاطين فيه التراب بتاع البحر، عارفين السند الناعم، الرمل الناعم قوي ده، حاطينه مخصوص للأولاد عشان ينزلوا يلعبوا فيه. وبتدفعوا ممكن 1 باوند أو حاجة بسيطة جدا، والأولاد تقعد هنا، أهاليهم يقعدوا على الكراسي والأولاد تنزل تلعب في التراب ده. المهم قبل ما اروح اعمل شوبينج، انا كنت عايزة اقول لكم ان انا في نفس المكان ده انا دخلت مطعم وصورت لكم فيه كل الاكلات، اكتر من 150 صنف واكل باكستاني، وبصراحة البوفيه ده رائع، انا انصحكم فيه. واللي وصل معايا لاخر الفيديو ما ينساش ينزل يعمل اشتراك ولايك.